لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. مساء الخير على كل متابعين قناة معلومات عامة حول العالم. معلومة النهاردة عشان خاطر لو حضرتك صاحب موتوسيكل ورحت عند الميكانيكي فك لك المكنة وقال لك المكنة عايز عمرة. الفيديو ده توضيح ان الشميز ازاي اعرف ان هو بايظ وازاي ان هو سليم ويشتغل معايا ويقبل معايا شامبر مرتاح. اولا البستم اهو ما يكونش فيه اي تجريح، ونفس القصة في الشميز هنا ما يكونش فيه تجريح جوه ولا عتبة هنا. لو في عتبة هنا سايبها البستم حتة عالية هنا واللي جوه ده واطي، يبقى انا عندي الشميز ده عايز يتخرط. تمام. دلوقتي انا معايا الشميز ده ما فيهوش اي حاجة، لا تجريح ولا عتب. اتأكد من فين ان هو ياخد معايا شامبر مرتاح، شامبر فقط لا غير. انا عندي المفروض يبقى فيه خلوص للزيت، خلوص نسمة زيت فقط لا غير. خلي بالك هو شغل البستم كده، مش كده، مش كده، شغل البستم بالشكل ده. تمام. اهم حاجة البستم ما يبقاش فيه لقة جامدة. اعرف من فين اذا كان انا عندي الخلوص اللي انا عايزه ولا لا. تجيب ورقة زي دي، المفروض تبقى ارفع من كده. تمام. مطلوب مني ان البستم يستحمل معاي ورقة زي دي، يعدي معاي ورقة زي دي في الضلع العريض، تنزل معاه ورقة. تمام. هو استحملها ونزل بيها الشميز اهو، استحملها بس نازل تقيل، معنى ذلك ان انا معايا شميز ممتاز ممتاز. تمام. تطبق الورقة حتتين حتتين زي كده اهو. تمام. المفروض البستم ما ينزلش ويتعلق معايا بالشكل ده، ما قبلش انه ينزل اكتر من كده يتعلق، وما تجبرهوش عشان ما يسلخش. كده معايا انا الشميز ممتاز، هيقبل معايا طقم شمبر ممتاز. لو انت جربت التجربة اللي انا عملتها دي وعلق معاك البستم في الشميز على الورقة المطبوقة وما رضيش ينزل، اعمل شمبر وقول للميكانيكي على ضمانتي اعمل الشمبر وانت مغمض، ما تقلقش من الشميز بتاعك، عندك شميز محترم. لو انت جديد في القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واللايك بتاعك بيشجعني ان انا اعمل فيديوهات مفيدة ليك ولكل الناس. وهوريك بعينك فتحة الشمبر لما اجيبه انزله هنا واقيسه واشوف الفراغ بتاعه عامل ازاي من القديم والجديد. ده طقم الشمبر القديم، نركب طقم الشمبر القديم ونشوف الفتحة عاملة ازاي. شايف الفتحة واسعة ازاي؟ تمام. هنجيب الشمبر الجديد ونشوف الفتحة عاملة ازاي. نزل، انا بحاول اوري لك العلامة عشان تتأكد ان هو جديد. تمام. ننزله بالبستم، ادي الخروص. لو انت مش فاهم الفرق انا هركب لك الاتنين دلوقتي عشان تبقى فاهم انا بتكلم على ايه بالظبط. انا قست لك الشميز وشفت لك الفراغ بتاع الشميز. طول ما في الفرق ده قدامك بين الشمبر الجديد ما بين القديم، كده انا عندي الشمبر هيحكم معايا 100 في 14. القديم اللي هو فوق ده